يا مساء الخير واهلا وسهلا بكل شخص عم يتابعني. اليوم عنا اكله كتير سهله وطيبه ومحبوبه عند الجماهير. رح نعمل محشي بس بالطريقه التركيه بالزيت. تابعوا معي الوصفه وكتير كتير سهله. مثل ما شايفين معنا بالفيديو انا عندي كاستين رز، غسلتهم منيح ونقعتهم لوقت تحفر الباذنجان. انا عندي باذنجان خشن شوي قطعته بالنص ورح نحشيه سوا. وللحشوة معنا أنا فرمت بقدونس ناعم وبعدها فرمت بندورة وفليفلة. طبعا بعد ما فرمت البقدونس شفته قليل رجعت فرمت له شوي كمان. وعنا هون بصل أنا قطعته ناعم وقليته، بحب أقليه قبل ما أضيفه للصوص بيطلع كتير طيب. وهلا عنا التوابل والبهارات. أول شي رح نضيف الملح، فلفل أبيض وفلفل أسود، ومعلقة كبيرة دبس فليفلة، ومعلقة كبيرة كمان دبس بندورة. بعد ما تقلل البصل منيح ضفناه وضفنا فوقه زيت ومكعب ماجي دقيته انا بمكسرة الثوم وضفته. وهلا ضفنا الرز كمان فوقهم ورح نخلطهم سوا، وطبعا ما ننسى نضيف المي. وبعد ما طبقنا المحشي بالطنجرة حطينا له نعناع مطحون ورشة ملح ليمون. وعنا شي تقريبا راس توم دقيته وضفته كمان، ودبس بندورة بنحطها بمي سخنة ونضيفها فوق الطنجرة. وطبعا ما ننسى نحط تقيله فوق المحشي مشان ما ينفش الرز.